السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولأول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بينا يلا، قصة جديدة وحكاية جديدة ومن قصص بيوت العيلة. تعالوا نشوف قصتنا النهاردة. قصتنا بتقول أنا بنتي تقدم لها واحد جارنا وطلب إنها تعيش في بيت العيلة. تن تن تا بدايتها كده بيت العيلة. وبيقول لها وبيقول وبيقول لمامتها، مش للبنت، بيقول لمامتها هي هتساعد امي وتشوف طلباتها، وانا امي هتعمل لها، وامي هتعاملها ثواني وامي هتعاملها زي بنتها بالظبط، وهي ابوها متوفي، علشان كده انا اللي كنت بتكلم معاه. فقلت له انا ما عنديش مانع، وانت طبعا عارف اني ما عنديش صبيان، وكان نفسي ربنا يرزقني بولد، لكن الحمد لله ربنا رزقني بيك، وهعاملك برضو زي ابني بالظبط. انت كل يوم الصبح وانت رايح الشغل تعدي عليا بالعربية توديني شغلي، وعلى على سكتك وانت راجع تعدي برضو عليا ترجعني البيت، ولما اكون عايزة اشتري طلبات للبيت تيجي معايا تشيل معايا الحاجة وتطلعها لي البيت، وطبعا الأنبوبة كمان، ولو خلصت آه، احتاجتك تطلع لي وتيجي تطلعها لي، يعني لو جابت حاجات تطلعها لك. لا، فكرة عجبتني، استنوا نشوف في الآخر. العريس وشه اتقلب وقال لنا انا ورايا برضو مصالح، ورايا التزامات، وعايز واخد راحتي وحريتي، ومش هكون فاضي علشان اجيلك. رحت قلت له ازاي ما انت عايز تحكم على بنتي بانها تخدم والدتك وانها تعاملها زي امها؟ انت برضو لازم تتعامل معايا زي امك، واللي اطلبه منك تنفذه. رد قال لي لا، خليها قاعدة جنبك احسن. قلت له طبعا اخليها بكرامتها وتقعد في بيت ابوها معززة مكرمة ومحدش ليه حاجة عندها. انا بنتي مش هجوزها خدامة لحد. انا كده صح ولا كده هظلم بنتي واقعدها جنبي؟ ده انتي صح مليون في المية. بجد انتي صح، يعني مش قادرة اقولك قد ايه. بجد انا فرحت جدا من ردك، اللي هو ايه، انا رد طيب تمام والله يا حبيبي ماشي تمام، وانت زي ابني، وانت مش عارف ايه، وانت ايه، تمام انا ما عنديش مشكلة، بس يلا بقى مش احنا هنتعامل، بنتي هتعامل امك على انها بنتها، وانت وانا هعاملك على اني ابني. يلا تعالى بقى وديني الشغل وهاتلي من الشغل، وعايزة طلبات هتجيبها لي، وهتجيب لي الانبوبة وهتعمل لي وهتسوي لي. ما ده مش احنا بنقول كده برضو ولا ايه؟ فبجد انا مش شايفاكي غلطانه جدا، انا مبسوطه جدا من ردك عليه. بجد برافو عليكي. هو بقى طبعا ايه اللي هو الصدم يا عيني. طب لا خلاص خليها قاعده جنبك، لا ما تفكريش ان انت مثلا ان انت عشان عايزه تعملي كرامه لبنتك، وان انت زي يعني فيما معنى زي ما انت ما قلتي بالظبط كده، ان انت مش هتجوزيها خدامه، يعني ما تقعد في بيت ابوها معززه مكرمه. انا عن نفسي والله العظيم يعني بشوف بنات بتبقى متبهدله. طب ليه ما تقعدي في بيت ابوكي؟ هتقول لك اصل انا بحبه. بتحبيه ايه؟ ده انت حماتك ممرمطاكي، وحماتك معرفش عامله فيك ايه وعامله فيك ايه وعامله فيك ايه وعامله فيك ايه. غلط 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 غلط. تمام. فاللي هو ما ينفعش. انا عندي تقعد جنبك، ومفيش حاجه اسمها، اصل هي هتقعد وتعنس وانا كده ابقى انا عملت بايدي. لا، انت هتوديها للتهلكه زي ما بيقولوا لما تجوزيها في بيت عيله. عارفه لو اقول لك بيت عيله ومعزوله، بيت عيله وانتي اللي انتي عارفاهم هيبقى فعلا قد كلامهم، وان هي تنزل عند حماتها لمجرد ان هي ضيفه، او لو هي مرضيه ان هي تعمل لحماتها الحاجه اللي هي عايزاها، تمام ما عنديش مشكله ان هي تبقى عاملاها بنفس الراضيه. هاقول لِك إزاي، لإن إحنا بنشوف برضه بنات بنشوف حموات إلا من رحم ربي طبعًا، بتبقى كويسة جدًا، وتبُص تلاقيها بتعامل فعلًا مرات ابنها على إن هي بنتها، فتلاقي من الطبيعي إن مرات ابنها لمّا تيجي تعملها لها حاجة بتعملها لها بحُب، بتعملها لها من غير ما تطلب. لأ أنا عايزة أقعد مع حماتي، لأ إحنا جالنا قصة كانت بسم الله ما شاء الله، وكانت أول مرّة تيجي إن هي كانت قاعدة مع حماتها، وإن حماتها متوفية بقى لها سَنة، وإن هي مش متخيلة إن هي ماتت، وإن هي كانت لمّا تيجي تنزل تعمل لها حاجة كانوا يقعدوا يتكلموا عن الصحابة ويحفظوا قرآن مع بعض ومش بُصّي الحَمَاة الجميلة اللي هي يعني خلِّت مرات ابنها تتعلّق بيها أكتر ما هي متعلّقة بأمها.
طب انت فاهماني ازاي؟ فلا طبعا تصرفك صح جدا جدا جدا، اوعي تفتكري ان انت غلط. برافو عليكي، وبرافو عليكي ان انت رديتي الرد دوت. انت بتصوني بنتك وبتحميها، وكمان عشان لما يجي لها عريس يبقى عارف ان لا دي بنت ناس، وان دي ما ينفعش انت تبهدلها. بجد برافو عليكي، برافو عليكي. شكرا. والفيديو النهارده خلص. على مرة تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم مع الف سلامه. باي باي.